السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي مغربية في إسبانيا. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كسكسو بكينوا. هذه هي كينوا، يعني كينوا هي نوع من الحبوب كتوجد في الجنوب إفريقيا، يعني بحالها بحال القمح بحال الشعير. هي سميتها كينوا ولا كينوا، وكيقولوا عليها صحيه مزيان بزاف، يعني بحالها بحال جميع الحبوب. اليوم غنحضروا بها كسكسو ان شاء الله. كما قلنا لكم عندنا كيلو ديال الكينوا ولا كينوا اللي كيقولوها هنا في اسبانيا كينوا. عندنا اللحم، يعني ما نقدرش نقول لكم مقدار، يعني اللحم مع كل واحد على حسب الذوق ديالو، على حسب الاختيار ديالو. يعني يقدر يكون ديال الدجاج، يقدر يكون ديال الغلمي، انا عندي هنا البقري. وعندنا بالنسبه للخضر عندنا الدنجال، عندنا بصله وحده، عندنا الكرم، عندنا طماطم، يعني كل واحد يدير الطماطم اللي يبغى، يعني الكبيره ولا الصغيره. عندنا هنايا اللفت، عندي 3 اللفتات. عندنا القرعه، عندي الربطه ديال القزبور مع معدنوس، عندي خيزو، وعندي هذا اول حاجه غادي نستغربوا غنديروا انا في الكسكسو هو الاسباراغو. ما الصراحه والله ما عرفتش شنو كنقول لهم بالعربيه. ان شاء الله ملي غنقلب عليهم غادي نكتبهم في المقادير. هنا كيقولوهم اسباراغوس، غادي نديرهم كنجربهم في كسكسو، في الصراحه كيجيو لذاذ. وعندي هنا كما معروف السمن الحار اللي حنا ما كيخطاناش في كسكسو. وهنا عندي الزيت، نص ديال زيت الزيتون والنص زيت نوار الشمس، يعني زيت المائده. هنا عندي العطريه، عندي الملح، يعني الملح كيبقى على حسب الذوق. عندي شويه تصفيره، عندي معلقه كبيره ديال الابزار، عندي معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال التحميره، وعندي هنايا البصله تقريبا حتى هي معلقه كبيره ديال البصله الكرمه. هنا كتبقى بالنسبه للبصله الكرمه كيبقى الاختيار ديال كل واحد. انا كنديرها لان كتفتها لي الوالده ديالي، الله يخليها ليا ويخلي لكم ديالكم واللي ماتوا الله يرحمهم. الصراحه كتجي لذيذه في الماكله، نقولوا بحالها بحال نقولوا كنديرها في البلاصه ديال الكنور. انا ما كنستعملش بزاف كنور، كندير بزاف هاد البصله الكرمه اللي كانت متوفره عندي. اذا اول حاجه غادي نديروها ان شاء الله، غادي نهزوا الكينوا، غنديروها في الماء حتى تغلى شويه، ومن بعد ان شاء الله نبداو المرحله ديال الكسكسو. كما كتشوفوا الكينوا هذا هو الشكل ديالها. دابا غنمشيو نديروا لها الماء ونديرها تسلق. هانتوما كما كتشوفوا هنا ردينا المرقه ديالنا، درت قطعت البصله ودرت العطريه ودرت مطيشه لانها صغيره ما كنقطعهاش، غادي تذوب بوحدها. هنا الكينوا حنا درناها في الماء، مجرد يبان لي الماء غلى شويه صافي غنطفي عليها نحركها. لا غير الماء، يعني ما عمرتهاش بالماء بزاف، غير شويه د الماء يعني اللي غادي يكفيها. مجرد غيغلى هذا الماء غنطفي عليها، ومن بعد نفورها حتى بحالها بحال الكسكسو. يبان لي الماء ولا الوسط ديالها بدا كيطلعوا من هذوك الفقاعات، صافي غنطفي عليها. اذا كما كتشوفوا ها الكينوا
مجرد صافي بدات كتغلى ونطفي عليها. هانتوما شفتوا ما فيها لا ما لا والو، داك شويه د الماء اللي درت لها شرباتو. نخليها تبرد شويه بين ما تشحل ليا البرمه ديالي، وندير لها شويه د الزيت ونردها طفوه. اذا من بعد ما شحات لينا البرمه ديالنا كما كتشوفوا، يعني الكسكسو كيبغى تشحار ديال الباكل ديال اللحم مزيان مع المطيشه والبصله والعطريه. دابا غنديروا الخضره. اول حاجه غادي نديرها غنضيف الكرم، نتمنى تكون واضحه لكم الصوره. غندير الكرم هو الاول، من بعد غندير اللفت اللي دائما كنسبقوا بالنسبه للخضر اللي كيكونوا صعاب شويه يطيبوا. واخا ولدي واخا بلاتي. من بعد كندير الخيزو. دابا غنديروا الماء الطايب. بسم الله. لا غنحركو مزيان باش الخضره ديالنا كامله تدخلها العطريه. دابا غندير الكسكسو ولا الكسكسو الكيناوه ديال السوب بالكيناوه، غنديروها في البرمه ونديروها فوق نديرو عفوا في الكسكاس ونردوها فوق البرمه. راني تلفت مع الدراري لا اله الا الله. ديال الكيناوه ديالنا ها هي درناها طفور بحالها كيما كندير بحالها بحال الكسكسو. غنخليها تطفور مزيان يعني تطيب مزيان، وعاد ديك الساعه الطفوره الثانيه غنديروها نملحوها ونردوها دير الطفوره الثانيه وغادي نطفيو عليها. خصنا نغطيوها هكا شي غطا باش الفوار يرجع ليها باش طيب لينا دغيا. غندير السكنجبير لان قبيله ما حطيتوش ما عنديش ديال الغبره، غنحك ديال السكنجبير طري. غنضيفو الخضره لان درنا في الاول ديك اللي كتدي شويه الوقت في الطياب. دابا غنديرو هذه سهله الطيب. غنديرو القرعه حمراء، القزبور مع المعدنوس البطه ديالهم، سباراغوس، نرجع نقسمو على 4. مبغاش نقطعو فلو باش ما يكحاش ليا. الا كان كبير نقطعو على 4، الا كان صغير نقطعو على 2 على حساب. هذا نديرها على 3. وهنا غنزيد البصله اللي قلت لكم. البصله كنخليوها حتى للتالي. دابا غادي نمشيو نملحو الكينوا ديالنا ونديرو شويه السمن. ديال الكينوا ديالنا غنملحوها. السمن كنخليوه حتى هو حتى الاخر. ندير معلقه صغيره ديال السمن
بسم الله. خليته لمده نص ساعه هو كيطيب. غنشوف واش خصو الماء ولا خصنا نزيد ليه شويه. هاد الجبانيه ديال الماء كافيه. اذا الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا اولا ديال الكينوا ديالنا هو هذا. الصراحه كيجي لذيذ وبنين وما فيها باس. مره نبدلو، يعني مره بنادم يدير كسكسو بالحبوب بالشعير وبالكينوا. بالصحه والراحه للجميع. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك والتعليق الزوين اللي كيحفزنا، وتشاركوا الوصفه مع اصحابكم وحبابكم. خليت كلكم الهنا وراحه البال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.